الفنانة شويكار إبراهيم ولدت بالإسكندرية في 24 نوفمبر سنة 1938 لعائلة تتكون من أب مصري الجنسية تركي الأصل وأم شركسية. عرض عليها جمال الليثي وكمال الشيخ تشتغل في السينما وتم تقديمها في فيلم حب الوحيد، وأثناء تصويره اشتغلت في فيلم الزوجة 13، وفي نفس الوقت رمسيس نجيب ولبنى عبد العزيز فادوها في فيلم غرام الأسياد، كلها أدوار تراجيدية، وكانت بتعيد الشوت أكتر من 30 مرة. تزوجت في بداية حياتها من المحاسب حسن نافع الجوهرجي، أنجبت منه بنتها منة الله الجواهرجي وعاشت معاه سنتين ثم توفي إلى رحمة الله. كشف شويكار للمسرح السيد بدير، ودربها عبد المنعم مدبولي في مسرحية السكرتير الفني. وبعد زواجها من الفنان فؤاد المهندس وبعد نجاحها في مسرحية السكرتير الفني كونوا ثنائي رائع وقاموا بالعديد من الأعمال المسرحية، ومنها حالة حب، حواء الساعة 12، سيدتي الجميلة، أنا وهي وسموه، أنا فين وانت فين، أنا وهو وهي، إنها حقا عائلة محترمة، روحية خطف.